حصل فوج إطفاء اللاذقية على المرتبة الأولى من بين أفواج الإطفاء في المحافظات على مستوى سوريا للعام 2023 وفق التقييم الصادر عن مديرية الإطفاء والكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وحل الفوج أولا وللمرة السادسة، ونحن هنا اليوم بضيافة قائد الدفاع المدني العميد الركن جلال داود مقدمين له التهاني على هذه الجهود المباركة. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا بك عبر إذاعة صوت الشباب FM. اهلا فيكم بمديريه الدفاع المدني باللاذقيه، مديريتكم، ونحن بنتشكر الاعلام بكل جوانبه كسلطه رابعه في تسليط الضوء على عمل الدفاع المدني وعمل باقي المؤسسات الدوليه. مبارك لكم الفوز بالمرتبة الأولى، وهذا التفوق الذي إن دل على شيء على تضافر جهودكم وتعاونكم الدائم كخلية واحدة. لنتحدث عن هذا الترتيب. طبعا الله يبارك فيكم. نحن منظومه عمل واحدة، الفوج الإطفاء والدفاع المدني والحراج. هاي المنظومة بتعمل تحت إطار الوطن للجميع، ونحن طبعا مثل المثلث له 3 أضلاع، وكل ضلع ما بيقوم لحاله إلا بالضلعين الباقيتين. طبعا الفوز لفوج الإطفاء للمرة السادسة شيء رائع جدا، نحن كثير مسرورين جدا لأنه هو جزء من هالمنظومة. أولا هو فوز لنا، مبارك لنا جميعا هالفوز، لأنه رجال الإطفاء الحقيقة كانوا مبدعين ومتعاونين بقيادة المقدم مهند جعفر المتعاون الخلوق، ورجال الإطفاء المخدعمين في أعمال الإطفاء. أعلم جهودكم الجبارة كيف يتم تنظيم العمل لديكم. حبذا لو نتعرف عن الآليات المراقبة داخل الدفاع المدني. طبعا نحن هون بمديرية الدفاع المدني في اللاذقية عملنا لا يتوقف على فصل من الفصول أو وقت من الأوقات. في عنا صيفا شتاء في كافة الفصول والظروف، في لنا عمل وكل فصل له ظروفه الخاصة. في فصل الصيف مثلا تكثر عنا الحرائق، احيانا الحوادث. في فصل الشتاء الامطار، الفيضان، السيول، فتح الطرقات، احيانا حالات الغرق، احيانا مثل هلا مثلا الظاهره اللي صارت العام المنصرم بالزلزال، وكان شيء جديد على بلدنا. فنحن بالدفاع المدني طبعا منقوم بتدريب غير عناصر الدفاع المدني، تدريب كافة مؤسسات الدولية بالإضافة للقطاعات الشعبية بالإطفاء والإنقاذ والوقاية والإخلاء لدورات متتالية، بالإضافة للأعمال التدريبية الميدانية للوصول إلى تدريب عالي المستوى لرجال الدفاع المدني. طبعا وهذا الشيء ظهر معنا نحن بالميدان، ودائما نحن متابعين مع كافة التطورات على الساحة العربية والدولية لتحسين أداء عمل الدفاع المدني، وبالتعاون مع فوج الإطفاء والحراج بتنفيذ المهام المنوطة بنا بخدمة الوطن والمواطن. أيضا عن صلب الموضوع، هل يتقاضى عناصر الدفاع المدني رواتب أو تعويضات مقابل عملهم الشاق؟ والقسم الثاني من السؤال، ما هي أبرز المشكلات التي تواجه عمل الدفاع المدني بالوقت الحالي؟ طبعا بالنسبة لرجال وعناصر الدفاع المدني ما عم يحصلوا إلا على رواتبهم المخصصة لهم من الدولة. نحن أعمالنا ليس مأجور، عملنا ضمن مؤسسات الدولة، نحن تابعين لوزارة الدفاع من حيث التنظيم والتدريب والهيكلية، ونحن طبعا عملنا بيقوم على خدمة المواطنين وليس لنا أي تعويض آخر. طبعا نحن من خلال الحصار اللي كان مفروض على بلدنا من عام 2012 وحتى الآن، طبعا هذا الحصار أثر سلبا على أداء عناصر الدفاع المدني من حيث الآليات والوسائط المتوفرة بين أيدينا. طبعا هي آليات مستهلكة قديمة، نعاني من عدم توفر القطع من عملية الإصلاح، وخاصة الميزانية لا تفي بالغرض المطلوب. عندنا نحن سعر القطع اختلف من 5 سنوات حتى هذه اللحظة أضعاف مضاعفة، وبالتالي نحتاج إلى زيادة في الميزانية لسد الحاجات وتأمين عمل آليات الدفاع المدني خلال الفترات القادمة. بالختام، أشكرك على هذا الاستقبال العميد الركن جلال داود، وعلى رحابة الصدر بتلقي الأسئلة والإجابة عليها. طبعا أنا بشكر وجودكم معنا في مديرية الدفاع المدني، هذا الصرح الذي يخدم الوطن والمواطن، وأنتم كسلطة رابعة أكيد لكم الشكر الجزيل
لا تقل أهمية عملكم عن عملنا في الميدان. فأنتم متابعون معنا بالميدان بكل لحظة بلحظة، وتسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات، ومساعدتنا في إيصال عمل الدفاع المدني إلى جميع الناس. نعم مستمعينا الأكارم، هذه هي ثمرة الجهود القائمة على التعاون الكامل بين رجال الفوج من ضباط وعناصر من قيادة الدفاع المدني في اللاذقية. كنت معكم وسيم عليا، صوت الشباب FM.